اتاك اون تايتن الانمي اللي صدر سنه 2013، واول مره سمعت عن فكرته ان ببساطه في بشر داخل اسوار، وان في بشر تانيين لابسين من غير هدوم وكبار شويه ومسميينهم عمالقه، وان العمالقه الملط دول بياكلوا البشر اللي محبوسين جوه الاسوار. فكانت فكرتي عنه انه ممكن اشوف حلقه حلقتين ارضي بيه فضولي بعد كده سكيبه عادي. فالمهم فعلا قررت ارضي فضولي بسبب الضجه اللي معموله عليه على النت، وفعلا جيت شفت اول حلقه فجأة لقيت نفسي مخلص 3 مواسم وشايل مادتين. يستاهل فعلا الضجة المعمولة عليه. اعتقد ان مفيش انسان في الكوكب ده بيستعمل الانترنت او حتى بيقعد عليه فتره صغيره الا لو ما سمعش عن اتاك اون تايتن او حتى سمع اسمه. واكيد طبعا الفضول واكلك وبتسال هو ليه البتاع ده مشهور قوي كده. اجاوب بقى سيادتك. اجاوب سيادتك. السبب الاول، تقدر تقنع باتاك اون تايتن اي شخص شايف ان الانمي كرتون. بالعكس، اكيد كلنا طبعا عارفين الكائن اللزج الرخو ده اللي بيتغذى كل يوم على 6 كيلو بيض وشايف الانمي كرتون. انا شخصيا بتعامل مع النوع ده من البشر في حياتي اليوميه كتير. حريقه. لكن اكتر موقف مش عايز يخرج من ذاكرتي اللي عايزه الحرق هو اني كنت في سيكشن قبل كده في الكليه لما تسمى، والمهم المعيد عمال يشرح في ماده لحد دلوقتي مش عارف اسمها. المهم اثناء شرحه كان معيدنا على كمبيوترات، فانا اكتشفت بالصدفه ان الكمبيوترات دي عليها نت انليمتد. طبعا كاي انسان عاقل مستغل واطي زيي بيفكر ب 2 جنيه طبيعي طبعا هطنش الشرح المتخلف ده واشوف فيديوهات ام في 4K. المهم اثناء ما انا قاعد متمزج من العظمه اللي انا بشوفها، الاقيني الف الاقي احد الكائنات الرخويه اللي اتكلمنا عليها دي وهو بيضحك الضحكه دي وقاعد جنبي. ابليس. راح باصص لي وقال لي يا طفل اللي بتتفرج على كرتون انت متاكد ان انت دخلت كليه الهندسه مش الحضاره؟ فانا الحمد لله تمالكت نفسي وما شخرتش بسبب ان السكشن شغال، وفعلا اتفرجت على فيديوهات لاتاك اون تايتن. حرفيا ما سبتش حاجه عظيمه في اتاك الا وريتها له. تقريبا المعيد كان هيسيب الشرح ويجي يتفرج من العظمه. وبعد كل الفجر اللي شفناه ده فببص له تاني لقيت نفس الضحكه هي ما اتغيرتش، وهو بيقول لي تصدق طلعت طفل روش. فالحمد لله شخرت له وكرشت من السكشن، ودي اول مره كرش من حاجه وانا فخور كده، لان تصرفت تصرف اي انسان طبيعي مكان هيتصرف. السبب الثاني، عيله الاكرمان. شو لحاجه. عيله الاكرمان هي عباره عن عيله عتاوله وسفاحين. الطفل منهم بيتولد من بطن امه شايل سيف وفي وشه بيشلى 7 غرز. عندهم الطفل ما بيبقاش بالغ الا لو كان قاتل له 7 5 على الاقل. 15 هي فراخ. غير كده بيبقى لسه عيل فرفور ومشخر. كبارات العيله بقى ميكاسا اكرمان، ودي مش مهم دلوقتي. ليفاي اكرمان عتير العيله وكان جاو اقوى واحد في الانمي. واخيرا كيني اكرمان ده كبير العيله، وكيني ده هو اللي مربي ليفاي تربيه وسخه، ومن صغره علمه كل حاجه محترمه هو محتاجها في حياته، زي ماسك السكينه وتشريح البشر والسرقه والقتل واي حاجه بتوديك النار. بس انا كده بقى اطمنت عليك ابو صلاح وسلمتك العلم اللي تقدر تنتفع بيه في الحياه. المهم ان عمك ليفاي بيحترم كيني جدا، وبعد عمر طويل اخيرا قابلوا بعض بعد فتره كبيره جدا من ساعه ما كان ليفاي صغير، وكانت مقابله كلها عشق وحب وحنين للماضي. نيجي بقى لعمتك ميكاسا. ميكاسا انا معتبرها سكرة التانية بس النسخة المفيدة منها. انت متخلف يا ابني. لان هي تقريبا بتعمل كل حاجة بتعملها سكرة، يعني بتحب واحد مش معبرة وبتفضل تنده اسمه طول الانمي. موجود. قصة شعرها لسبب تافه ما اثرش في الاحداث بربع جنيه. موجود. في شخص تاني طيب بيحبها اكتر من الشخص اللي هي بتحبه بس مش معبراه. موجود. فالف مبروك علينا سكرة. احنا ناقصينك. بس الصراحة ميكاسا مفيدة جدا مش زي سكرة، وده يرجع لسبب انها من عيلة الاكرمان. فهي بصراحة بتعمل اي حاجة بيعملها اي اكرماني محترم، من تقطيع لتشريح لتهديد لضرب، وبتشيل 90 كيلو كانها ما عملتش حاجة. ولو حد قرب من الحتة بتاعتها اللي هو ايرين يعني هشوف المنظر اللي بيجيب لي انا شخصيا كوابيس ده قدامي. السبب الثالث، بطل الانمي ايرين ييجا. ثواني انا مش قصدي العيوطه بتاع الموسم الاول والثاني والثالث، انا قصدي العراب السائر ايرين ييجا. افخم بطل انمي شفته لحد دلوقتي الصراحه، بعيدا عن القرف والترجيع اللي كان في اول 3 مواسم. يعني في الموسم الاول كان هبيت كل عمالقه مش امي اللي تموت عيوطه. الموسم الثاني خلاص انا اتعلمت من كل اخطائي هحرص ان انتوا تموتوا ابشع الموتات الممكنه عيوطه. في الموسم الثالث الصراحه اتحسن شويه بس لسه يعتبر ترجيع، وبدا نوعا ما يفكر ويستعمل دماغه اخيرا. اما بالنسبه بقى للموسم الرابع العو جه العو حاضر، انا جيت اكلكم نفر. مين ده؟ مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. حرفيا انا كنت من اكتر الشخصيات اللي بتكره ايرين بتاع اول 3 مواسم، انما اول ما شفته في الموسم الرابع الصراحه بقيت بسيب عليه. ايه عليا الطلاق انا مجيد. اعتقد ان ايرين حاليا من اكتر الاسباب اللي تخلينا نطبل لاتاك اون تايتن بسبب العظمه والحلاوه والجمال اللي بيعملها في الموسم الرابع. اسمعني يالا انت وهو بتاع زمان خلاص مات. بس الصراحه عمك ايرين ناسي حاجه مهمه جدا في السيزون الرابع. ايرين تعالى. ايه ده انت بتصدق؟ يا عليك
ده انا بهزر. رغم ان اللي كل فيه ايرين ده في الموسم الرابع، الا ان ليفاي لسه شايفه كوره بتشوط رايحه والجايه. بس ده ما يمنعش ان ايرين بقى حاجه فشيخه جدا، تحول 180 درجه في الشخصيه، يعني من العياط والصياح للامبالاه، من الغباء والتهور والتسرع للتخطيط والذكاء. حرفيا بقى من اعظم الابطال اللي انا شفتها في حياتي، تقريبا قرب يوصل لمستوى كاريكا في الحياه الواقعيه. هي صيغه مبالغه طبعا، مستحيل اي حد يوصل للمستوى ده. السبب الرابع، قائد فايلك الاستكشاف العظمه المجنحه ايرون سميث. ايرون سميث هو عباره عن بني ادم مجنون ابن مجنونه، كلنا بنطبله على اي حاجه بيعملها. ايه الحلاوه دي؟ سكر بيحط سكر، سكر بيحط سكر. كل اللي همه ان البشريه تحقق انتصار على العمالقه مهما كان الثمن، حتى لو كان الثمن ده هي البشريه نفسها. واكتر حاجه تمزجه انه يسمع صراخ جندي بيتاكل. صوت نباحك، صوت صياحك يضربني. يعني عنده 200 واحد يموتوا عادي، انما العمالقه تنتصر عليه؟ ليه؟ قائد هفا؟ عارف ده عيال تجنن يا جدع. لو وقف قدامه مين من العمالقه هيلاقي اسد واقف قدامه، وحرفيا لو الدنيا بتولع قدامه بس الخطه ماشيه صح مستحيل يضعف او يصعب عليه حد. ويا سلام بقى لما يجي يقول الخطه للجنود. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني يا ابني انت، هو الخطه هتتم كالتالي: كلنا كده بربطه المعلم هنطلع بره الاسوار، ومعانا عمو عيوته ايرين عشان هنعمل فخ العملاق ذكي عايز يقبض عليه. الله مش ممكن. فانتوا وظيفتكم انكم تحموا عمو عيوته من العملاق المفتري ابن المفتريه ده. نحميه ازاي يا دنجو؟ بانكم تتفشخوا وتموتوا. You serious? Mission success. مفيش حاجه حرفيا تقدر توقف ايرون سميث من تحقيق اللي في دماغه، حتى لو الجنود كلهم قعدوا يعيطوا قدامه. 俺たちは今から死ぬんですか？ Soda. بس ده ما يمنعش ان ايرون سميث من اهم الاسباب اللي تخلينا نطبل لاتاك اون تايتن وان كلنا بنحبه. السبب الخامس، الاغاني في اتاك اون تايتن. في واحد تافه دلوقتي هيقول مين ممكن يطبل لانمي بحاله عشان بس الاغاني اللي فيه. هو الصراحه عنده وجهه نظر بس مش هنا. انا عايز اعرف بس الانمي ده مشكلته ايه في الاغاني؟ كل اغنيه احسن من اللي قبليها سواء كانت اوبننج او اوسط. احنا جامدين قوي. كل اغنيه منهم بتخليك تقلع البوكسر وتلف من الحماس. وانا طبعا ما عملتش كده، ده بس تشبيه. اول مره سمعت فيها الاوبننج الاول حسيت بهايب مش طبيعي، كنت عايز انط من البلكونه. واول مره سمعت فيها القصد ده شعر ايدي لسه واقف من ساعتها. بس كله كوم بقى. واول مره سمعت فيها شينزو سوساجي وكوم. حسيت ان ده نشيد وطني وان عايز اقوم افشخ عملاق دلوقتي. نيفر مايند. اصلا كل مره عم ايرون بيقول شينزو سوساجي الجيش كله بيبقى في ذمه الله، لكن ده ما يمنعش انها اعظم اوبننج في التاريخ. عظمه. بس كله كوم بقى، واخر اوبننج نزلت كوم تاني. ايه الخرا ده؟ ودني بتموت. الله يعرفكم. تصدق ممكن برضه نديها فرصتها، مش وحشه قوي. لا ليلا لا لا ليلا ليلا راستس راستس راستس. وبس هي دي اهم الاسباب اللي ممكن تخليك تطبل لاتاك اون تايتن. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تكون عامل لايك وسبسكرايب، واكتب تحت في كومنت ايه الاسباب التانية اللي ممكن تخليك تطبل لاتاك اون تايتن، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I want